السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. النهاردة حكايتنا إن شاء الله مختلفة عن كل الحكايات اللي احنا قدمناها في حكاية كروشيه قبل كده. بناء على طلباتكم ورسائلكم هنقدم النهاردة إن شاء الله فستان لحديث الولادة من عمر يوم لعمر 3 شهور. وفي نفس الوقت الفستان ده ممكن بتعديل بسيط في الغرزة بتاعته يبقى بلوزة، يبقى جاكيت قصير، يبقى كارديجان طويل. هقولك على كل التفاصيل دي واحنا شغالين اثناء الفيديو. الفستان ده اخد معايا 105 جرام من الخيط، وزي ما قلتلك هو من عمر يوم لعمر 3 شهور. هنشتغلوا مع بعض ان شاء الله خطوة بخطوة. بس قبل ما نبدأ، اللي لسه ما اشتركش في القناة مستني ايه؟ اشتركوا في القناة عن طريق الضغط على زرار اشتراك او سبسكرايب اللي موجود تحت الفيديو باللون الاحمر. هيظهر عندنا الجرس، ندوس على الجرس ونختار منه الكل علشان اي فيديو جديد ينزل يجيلنا اشعار بيه. واتمنى من ربنا التوفيق في كل حاجة بقدمها لكم، ويا رب الفيديو يعجبكم. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك وشيروه مع اصحابكم علشان يستفيدوا زيكم. وعايز اقول ان الغرز اللي انت محتاجاها عشان تعملي الفستان ده هي الغرز الاساسية: غرزة العمود بلفة، وغرزة الحشو، وغرزة السلسلة، وغرزة المنزلقة. ولو كنت مبتدئة وما تعرفيش تعملي الغرز دي، هيظهر عندك دلوقتي فوق على الشاشة في الدايرة البيضاء قائمة تشغيل باسم اساسيات الكروشيه للمبتدئين. دي فيها كل الدروس اللي فيها شرح الغرز دي، وكمان هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكريبشن بوكس تحت الفيديو. هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. وانا النهارده ان شاء الله هشتغل بخيط اليس ديفا. طبعا شركة اليس غنية عن التعريف، والخيوط بتاعتها حلوة جدا جدا للملابس وما بتسببش اي حساسية للاطفال. وهشتغل مع الخيط ده ان شاء الله بإبرة ألومنيوم رقم 2.5، وهحتاج المقص، وهحتاج إبرة التنظيف، وهحتاج 3 زراير، وهحتاج كمان وحدة القياس. لكن طبعا انت مش لازم تلتزمي بنفس نوعية الخيط اللي انا بشتغل بيها. ممكن تطبقي نفس الخطوات على اي خيط عندك سواء صيفي او شتوي حسب الموسم اللي هتعملي فيه الفستان مع الإبرة المناسبة ليه. هنبتدي مع بعض، وأول مقاس هنحتاجه هو مقاس دوران الرقبة. يعني ايه؟ هجيب وحدة القياس وابتدي ان انا الفها حوالين رقبة البنت اللي انا بعمل لها الفستان. بس اخد بالي من حاجة، يعني لو انا تخيلت ان الحتة دي هي الرقبة وانا بقيس مثلا كده اهو، لو انا جيت عملت كده اهو، ما خليش السلاسل كده على الرقبة، لا اخليها ايه، شوية مرتاحة كده عشان ما يبقاش خانق على رقبة البنت بالشكل ده. وهحتاج كمان مقاس عرض الكتف، وبالنسبة للمواليد عرض الكتف من 6 ل6.5 سنتي. وهحتاج حردة الإبط اللي هي الجزء ده، ودي أنا ممكن أعرفها من أي فستان تاني عند البنوتة اللي أنا بعملها الفستان. ودوران الصدر بالنسبة للمواليد 42 سنتي. لكن لو بتعملي الفستان لأي مقاس تاني مثلا 6 شهور أو سنة أو حتى كبار، ممكن ان انت تجيب المقاسات دي من اي فستان موجود عند البنت او تاخدي المقاسات دي على البنت نفسها. انا الفستان اللي انا هشتغله معاكم النهاردة ان شاء الله فستان بصدر مربع وفيه فتحة من الظهر زي ما احنا شايفين. يبقى انا هحتاج عدد سلاسل من مضاعفات الرقم 4. انا بالنسبة لنوع الخيط ومقاس الابرة اللي انا هشتغل بيهم، عدد سلاسل البداية معايا هيبقى 88 سلسلة. انا مقدرش اقولك لسن كام ابدأي بكام سلسلة، لأن السلاسل هتختلف من نوع خيط للتاني. وحتى لو بتستخدمي نفس نوع الخيط ونفس مقاس الإبرة اللي أنا بستخدمهم، مفيش إيد زي التانية في الشغل، كل إيد بتختلف عن الإيد. فلازم إن أنا أقيس على الطفل أو على أي قطعة ملابس موجودة عند البنت اللي أنا بعملها الفستان. بعد ما جبت سلاسل البداية هبتدي إن أنا أنقص من السلاسل دي 8، والرقم اللي هيطلع أقسمه على 4 عشان أحدد في كل جنب أنا هشتغل على كام غرزة. فأنا عندي 88 ناقص 8 بيساوي 80. لو أنا جيت قسمت ال80 دي على 4 هيديني 20
غرزة. التمن سلاسل اللي انا شلتهم دول اللي انا هشتغل فيهم الزوايا في الصدر المربع. يبقى كل جنب عندي هشتغل فيه على 20 غرزة. يبقى في الامام هنا 20، كتف الايمن 20، والكتف الايسر 20. طب الظهر عندي هنا مقسوم فيه فتحة، يبقى ال20 دي هقسمها 10 هنا و10 هنا. يبقى انا هشتغل على 10 غرز، بعدين في هنا زاوية، بعدين هشتغل على 20 غرزة وفي هنا زاوية على سلسلتين، بعدين 20 غرزة وفي هنا زاوية، بعدين 20 غرزة وفي هنا زاوية. وهنشوف الزوايا دي هنشتغل فيها ايه مع بعض. انا دلوقتي هبتدي ان انا اشتغل ال88 سلسلة، ونبدأ ان شاء الله نشتغل مع بعض. انا دلوقتي اشتغلت 88 سلسلة. اهم حاجة ان السلاسل دي تكون على مقاس دوران الرقبة زي ما شرحنا في اول الفيديو، مش دوران الراس، لان الفستان فيه فتحة من ورا. امتى اعمل السلاسل على دوران الراس؟ لو هعمل الصدر المربع مقفول. ناخد بالنا من الملحوظة دي يا جماعة. هراجع معاكم التقسيمة اللي هنشتغل عليها قبل ما نبدأ شغل. انا هنا هشتغل على 10 غرز، بعدين اعمل زاوية، بعدين هشتغل على 20 غرزة واعمل زاوية، بعدين هشتغل على 20 غرزة واعمل زاوية، بعدين 20 غرزة كمان واعمل زاوية، بعدين اخر 10 غرز. وناخد بالنا ان الزاوية بتحتاج سلسلتين. السطر الاول هبتدي ان انا ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي اول عمود. هلف الخيط على الابرة، هسيب 1 2 3 4، وهاجي في السلسلة رقم 5 هدخل فيها كده اهو، واعمل عمود بلف بالشكل ده. يبقى انا كده عندي 2 عمود بلف. هبتدي ان انا اكون 10 عمود بلف، يعني هشتغل على كل سلسلة من السلاسل اللي جاية دي لحد ما يبقى عندي 10 عمود بلف. كده انا معايا 2. العمود بلف بعمله ازاي؟ هلف الخيط على الابرة، هدخل في السلسلة اللي جاية، اخد من الخيط واطلع معايا 3 حلقات، اخد من الخيط واطلع من حلقتين، اخد من الخيط واطلع من حلقتين، كده 3. ناخد بالنا ان انا لما بدخل في السلسلة باخد فتلة واحدة بس، وبيبقى تحت الابرة فتلتين. كده 4. كملتهم اهم 10 اعمدة، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. هبتدي ان انا اشتغل اول زاوية. طب الزاوية عندي مكونة من ايه؟ هلف الخيط على الابرة على السلسلة اللي جاية دي، هعمل فيها 2 عمود بلفة في نفس الغرزة. ادي اول عمود، هلف الخيط على الابرة وفي نفس السلسلة اهي هدخل كده تاني واعمل العمود التاني، بعدين هعمل 2 سلسلة، 1 2، هلف الخيط على الابرة وعلى السلسلة اللي بعديها هدخل فيها كده واعمل 2 عمود بلفة في نفس السلسلة، 1 في نفس المكان اهو العمود التاني. بالشكل ده كده عملنا اول زاوية. هبتدي دلوقتي ان انا اشتغل 20 عمود بلفة من اول السلسلة اللي جاية، ابدأ اعد 20 عمود بلفة. هلف الخيط على الابرة وادخل كده في السلسلة اللي جاية اهي بالشكل ده كده، ادخل هنا اهو ونبدأ نعد 20 عمود. كده 1 بالشكل ده، 2 والعمود التالت. خلصت اهو ال20 عمود زي ما انتوا شايفين اهو. بس احب الفت نظرك ان لو انت بتشتغل الفستان ده لمقاس تاني اكيد عدد الاعمدة دي هيختلف معاكي. لازم تمشي على الطريقة اللي احنا شرحناها في اول الفيديو. وكمان ال20 عمود دول انا ببدأ اعدهم من بعد ما بخلص الزاوية، يعني العمودين بتوع الزاوية دول
مش داخلين معايا ضمن ال20 عمود. بعد ما خلصت ال20 عمود هبتدي ان انا اعمل زاوية تانية. هلف الخيط على الابرة بالشكل ده، هدخل كده في السلسلة اللي جاية اهو، واعمل 2 عمود بلفة في نفس السلسلة، واحد في نفس السلسلة اهو، 2. بعدين هعمل 2 سلسلة، واحد، 2. هلف الخيط على الابرة وعلى السلسلة اللي جاية اهو، هدخل كده واعمل 2 عمود بلفة، واحد، وفي نفس السلسلة العمود التاني بالشكل ده كده. انا دلوقتي هبتدي اعمل 20 عمود وبعدين زاوية، 20 عمود كمان وبعدين زاوية، وبعدين اخر 10 اعمدة. وناخد بالنا ان الزاوية 2 عمود في نفس السلسلة، بعدين 2 سلسلة، بعدين على السلسلة اللي بعدها 2 عمود في نفس السلسلة. رجعت لكم تاني بعد ما خلصت السطر الاول، وزي ما انتوا شايفين الشكل معايا بقى كده. نفتكر مع بعض احنا عملنا ايه. اشتغلنا 10 عمود، بعدين عملنا زاوية، 2 عمود في نفس السلسلة، بعدين 2 سلسلة، بعدين على السلسلة اللي بعدها 2 عمود، بعدين 20 عمود وزاوية، 20 عمود وزاوية، 20 عمود وزاوية، بعدين 10 عمود. اهم حاجة ناخد بالنا منها ان الزاوية 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود، وكل عمودين في نفس السلسلة، يعني الزاوية على سلسلتين. انا بأكد تاني اهو. السطر التاني هعمل ايه. هبتدي ان انا الف الشغل الناحية التانية بالشكل ده. هرتفع 3 سلسلة، واحد، 2، 3، ودول بالنسبة لي اول عمود بلفة. هلف القطعة الابرة وعلى العمود اللي جاي ده هعمل عمود بلفة بالشكل ده. يبقى انا بدأت السطر التاني بان انا عملت عمودين، بعدين هعمل سلسلة، هلف القطعة الابرة، هسيب العمود اللي جاي وعلى العمود اللي بعديه هعمل عمود، بعدين هعمل سلسلة، هلف القطعة الابرة، هسيب العمود اللي جاي ده وعلى العمود اللي بعديه اهو، ادخل كده واعمل عمود بالشكل ده. طبعا انت ممكن تكملي عمود على كل عمود وتشتغلي بنفس الطريقة اللي احنا هنشتغل بيها لو عايزة الصدر المربع مفيهوش فراغات. بعدين هعمل سلسلة، هلف القطعة الابرة، هسيب العمود اللي جاي ده وعلى العمود اللي بعديه اهو، ادخل كده واعمل عمود بلفة، بعدين سلسلة، وهفضل مكمل لحد ما اوصل للفراغ. هلف القطعة الابرة، هسيب العمود اللي جاي ده وعلى العمود اللي بعديه عمود، بعدين سلسلة، هلف القطعة الابرة، هسيب العمود اللي جاي ده وعلى العمود اللي بعديه عمود. بالشكل ده وصلت هنا للفراغ. بعد ما خلصت العمود ده هعمل سلسلة. جوه الفراغ هشتغل ايه. هلف القطعة الابرة، هشتغل عمود، 2 سلسلة، واحد، 2، بعدين هلف القطعة الابرة وفي نفس الفراغ عمود بالشكل ده كده. بعدين هبتدي اعمل سلسلة، هلف القطعة الابرة وعلى اول عمود بعد الفراغ هدخل كده واشتغل عمود، بعدين هعمل سلسلة، هلف القطعة الابرة، هسيب العمود اللي جاي وعلى العمود اللي بعديه هدخل كده واعمل عمود، بعدين سلسلة، هلف القطعة الابرة، هسيب العمود اللي جاي ده وعلى العمود اللي بعديه هدخل كده واعمل عمود، بعدين سلسلة. هفضل ماشي بنفس الطريقة بان انا هسيب عمود وعلى العمود اللي بعديه عمود وبعدين اعمل سلسلة لحد ما اوصل للزاوية التانية. فضلت ماشي بنفس الطريقة والشكل معايا بقى كده.
قربت على الفراغ اهو، هعمل السلسلة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب العمود اللي جاي ده، وعلى العمود اللي جاي أعمل عمود، بعدين سلسلة. هبص هنا هلاقي في عندي عمود قبل الفراغ، هسيبه وادخل جوه الفراغ اشتغل نفس اللي اشتغلته في الفراغ اللي فات. عمود، 2 سلسلة، وفي نفس الفراغ عمود بالشكل ده كده. بعدين هعمل سلسلة، هلف الخيط على الإبرة على طول بعد الفراغ، أنا ما بفوتش أعمدة، أدخل على طول في الفراغ اللي بعديه أعمل عمود بالشكل ده، بعدين سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، أسيب العمود اللي جاي ده، وعلى العمود اللي بعديه عمود، وبعدين سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، أسيب العمود اللي جاي ده، وعلى العمود اللي بعديه عمود، وبعدين سلسلة بالشكل ده. وهفضل ماشي بنفس الطريقة لحد ما اوصل للفراغ هنا. وصلت هنا للفراغ اهو، وعندي عمود قبل الفراغ مش هشتغل عليه. بعد ما عملت السلسلة هلف الخيط على الإبرة وادخل في الفراغ اعمل عمود واحد، بعدين 2 سلسلة، 1 2، بعدين في نفس الفراغ عمود، بعدين سلسلة واحدة، هلف الخيط على الإبرة. بعد الفراغ بقول تاني اهو، انا ما بفوتش اعمدة، ببدأ شغل من اول عمود على طول بالشكل ده. بعد ما عملت العمود هعمل سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، العمود الجاي ده هسيبه، وعلى العمود اللي بعديه أعمل عمود، وبعدين سلسلة. هكمل بنفس الطريقة لحد ما أخلص السطر. فضلت مكمل بنفس الطريقة لحد ما قربت على نهاية السطر. ناخد بالنا إن احنا بعد الفراغ، بعد ما بشتغل على الفراغ بعمل سلسلة، وببدأ من أول عمود بعد الفراغ. ناخد بالنا من النقطة دي يا جماعة. أنا هنا قربت على نهاية السطر وماشي بنفس الطريقة. بعد ما عملت السلسلة هلف الخيط على الإبرة، هسيب العمود ده، وعلى العمود اللي بعده هعمل عمود، بعدين هعمل سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب العمود اللي جاي ده، وعلى العمود اللي جاي عمود، بعدين هلف الخيط على الإبرة، هدخل في السلسلة اللي جاية اللي هي احنا اعتبرناهم عمود اهو، هدخل كده هنا واعمل عليها عمود بالشكل ده كده. يبقى زي ما بدأت السطر ب2 عمود جنب بعض، نهاية السطر ب2 عمود جنب بعض بالشكل ده كده. السطر التالت هعمل ايه؟ هبتدي ان انا الف الشغل الناحية التانية، هعمل 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي اول عمود بلف. هلف القطعة الإبرة، وعلى العمود اللي جاي هعمل عمود، هلف القطعة الإبرة، وعلى فراغ السلسلة اللي جاي هعمل عمود، على كل عمود وكل فراغ سلسلة هعمل عليه عمود لحد ما اوصل لفراغ الزاوية. يعني على فراغ السلسلة اللي جاي ده هعمل عمود. ناخد بالنا ان احنا منفوتش ولا فراغ سلسلة ولا عمود، وعلى العمود اللي جاي ده اعمل عمود بالشكل ده كده. هفضل مكمل لحد ما اوصل لفراغ ال2 سلسلة ده، بعمل عمود على كل عمود وعلى كل فراغ سلسلة. وصلت هنا عند الزاوية، هلف القطعة الإبرة، وعلى العمود ده كمان اللي هو بتاع الزاوية هعمل عليه عمود بلف. في الفراغ بتاع ال2 سلسلة ده هلف القطعة الإبرة وادخل كده في الفراغ اعمل 2 عمود بلفة، 1 2، بعدين 2 سلسلة، 1 2، بعدين في نفس الفراغ 2 عمود بالشكل ده كده. يبقى في السطر بتاع الفراغات جوه الزاوية بعمل عمود، 2 سلسلة، عمود. لكن في سطر الأعمدة اللي هو ما بفوتش فيه حاجة
جوه الفراغ بعمل 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود. ناخد بالنا من الحتة دي. طيب لو انت هتشتغلي السطر ده كمان أعمدة مقفولة مفيهاش فراغات، هيبقى السطر اللي هو رقمه زوجي، اللي هو السطر رقم 2 4 6 كده، هتشتغلي جوه الزاوية عمود 2 سلسلة عمود. والسطر اللي هو 3 5 7 الأرقام الفردية، هتشتغلي جوه الزاوية 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود بالشكل ده كده. بعدين هلف الخيط على الإبرة على طول، واروح على العمود التاني بتاع الزاوية اهو، ادخل كده فيه واعمل عمود. انا ما بفوتش اي غرزة في السطر ده. بعدين هلف الخيط على الإبرة وادخل كده في فراغ السلسلة اعمل عمود، وافضل ماشي بنفس الطريقة لحد ما اوصل للفراغ اللي جاي. اشتغلت اهو لحد ما وصلت للزاوية التانية. هلف الخيط على الإبرة على عمود الزاوية ده كمان، منساهوش انا بدخل فيه كده واعمل عمود. بعدين هلف الخيط على الإبرة جوه فراغ ال2 سلسلة بتاع الزاوية، هشتغل 2 عمود 1 2، بعدين 2 سلسلة 1 2، بعدين 2 عمود في نفس الفراغ بالشكل ده. بعدين هلف الخيط على الإبرة على طول على العمود اللي جاي، هدخل كده اهو هنا واعمل عمود بلفة بالشكل ده. بعدين هلف الخيط على الإبرة على الفراغ اللي جاي ده، هدخل كده اهو واعمل عمود، وهفضل ماشي بنفس الطريقة على العمود عمود وعلى الفراغ عمود. واما اوصل للزاوية هنا بشتغل جوه الفراغ ده 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في نفس الفراغ. خلصت السطر التالت والشكل بدأ يبان معايا زي ما انتوا شايفين اهو. كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا هكرر السطر التاني والسطر التالت لحد ما اوصل بالصدر للمقاس اللي مطلوب بعد ما اقيسه على الطفلة. فانا دلوقتي هراجع معاكم خطوات السطر التاني بسرعة عشان تكون سهلة عليكم ان شاء الله. السطر الرابع هعمل ايه؟ هبتدي اكرر نفس اللي انا عملته في السطر التاني بتاع الفراغات ده. هلف الشغل الناحية التانية، هرتفع 3 سلسلة 1 2 3، ودول بالنسبة لي اول عمود. هلف الخيط على الإبرة، ادخل في العمود اللي جنبيه اعمل عمود بلفة. بعدين ابتدي اشتغل الفراغات، هعمل سلسلة واحدة، هلف الخيط على الإبرة اهو، هسيب العمود اللي جاي وعلى العمود اللي بعديه عمود، بعدين سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب العمود اللي جاي وعلى العمود اللي بعديه عمود، وبعدين سلسلة، وهفضل ماشي بنفس الطريقة لحد ما اوصل للفراغ هنا. فضلت ماشي بنفس الطريقة زي ما انتوا شايفين اهو لحد ما وصلت للفراغ. بعد ما اشتغلت على العمود اللي قبل الفراغ هبتدي ان انا اعمل سلسلة جوه الفراغ، عمود 1 2 سلسلة عمود في نفس الفراغ. ناخد بالنا يا جماعة من الملحوظة دي. في السطر اللي فات اللي هو ما كنتش بفوت اي حاجة، كنت بشتغل جوه الفراغ 2 عمود 2 سلسلة 2 عمود في نفس الفراغ. في سطر الفراغات ده بشتغل عمود 2 سلسلة عمود في نفس الفراغ. بعدين هعمل سلسلة، مش هفوت أعمدة من بعد الفراغ، هدخل كده على طول على العمود اللي جاي ده أعمل عمود. أهم حاجة إن أنا منساش السلاسل اللي أنا بعملها. بعدين أعمل سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب العمود اللي جاي وعلى العمود اللي بعديه أعمل عمود، وبعدين سلسلة بالشكل ده، وهفضل ماشي بنفس الطريقة لحد ما اوصل للفراغ هنا. فضلت ماشي بنفس الطريقة اهو لما وصلت للفراغ لقيت نفسي اشتغلت على العمود اللي قبليه على طول. ده طبيعي، ما تقلقيش من حاجة زي كده. بعد ما اشتغلت على العمود منساش قبل ما اشتغل الزاوية اعمل السلسلة. هلف الخيط على الإبرة جوه الفراغ هنا، هشتغل عمود 1 2 سلسلة
وفي نفس الفراغ عمود واحد بالشكل ده. بعدين هعمل سلسلة واحدة، هلف الخيط على الإبرة، مش هفوت أي أعمدة بعد الفراغ، هدخل على طول العمود ده اللي بعد الفراغ على طول وهعمل عمود، وبعدين سلسلة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب العمود اللي جاي ده وعلى العمود اللي بعديه عمود، وبعدين سلسلة بالشكل ده. وهفضل مكمل بنفس الطريقة لحد ما اوصل للفراغ. هشتغل في الفراغ عمود واحد، 2 سلسلة وعمود في نفس الفراغ. بعد ما اخلص السطر ده هبتدي ان انا اكرر سطر الاعمدة. فوق كل عمود بعمل عمود، وعلى فراغ السلسلة بعمل عمود، ولما اوصل لفراغ السلسلتين اللي هو ده بشتغل جواه 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود في نفس الفراغ. انا هكرر لحد ما اوصل للمقاس اللي انا عايزه، بس اخلي بالي ان اخر سطر اشتغله يكون سطر الاعمدة اللي مفيهاش فراغات. رجعت لكم تاني بعد ما فضلت اكرر في الاسطر، وزي ما انتوا شايفين الصدر المربع خلص معايا اهو. انا بالنسبة لي اشتغلت 1 2 3 4 5 6 7، اشتغلت 7 اسطر. ادوني المقاس اللي انا عايزه او قريب منه بحاجة بسيطة. يعني لو لقيتي في فرق مثلا ربع سنتي او نص سنتي زيادة او نقص مش مشكلة، لانك لو زودت عن كده هيطلع المقاس اكبر. اهم حاجة بس واحنا بنشتغل الصدر المربع ناخد بالنا ان احنا في سطر الفراغات ده بنشتغل جوه الزاوية عمود، 2 سلسلة، عمود. في سطر الاعمدة اللي هو بشتغل على كل عمود عمود وعلى فراغ السلسلة عمود، بشتغل جوه الزاوية 2 عمود، 2 سلسلة، 2 عمود في نفس الفراغ. وناخد بالنا ان في سطر الفراغات ده في اول السطر بيبقوا عمودين جنب بعض، وفي اخر السطر كمان عمودين جنب بعض. دي اهم الملاحظات اللي احنا لازم ناخد بالنا منها واحنا شغالين. لو جيت اقيس لو جيت اقيس نص دوران الصدر المفروض يطلع معايا 21 سنتي. انا قيسته دلوقتي اهو طالع معايا 19 سنتي. لو انا زودت عن كده المقاس هيبقى اكبر معايا، فانا هقولكوا ازاي هنعوض الحتة دي واحنا شغالين. لو جيت اقيس عرض الكتف اهو طالع معايا 5.5 سنتي. ناخد بالنا الجزء اللي فاضل اللي هو لحد 6 أو 6.5 سنتي هيتعوض بالزخرفة اللي هتتعمل في الجزء ده. لو جيت أقيس الحردة بتاعة الباط أهي زي ما انتوا شايفين أهي طالعة معايا 8 سنتي بالظبط. يبقى أنا كده شغلي مظبوط. أنا دلوقتي بعد ما خلصت الشغل على الصدر المربع، ونخلي بالنا إن آخر سطر هو السطر اللي فيه أعمدة ومفيهوش فراغات، هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 اهي. السلسلة التالتة اهي ادخل كده هنا بالشكل ده ونقفل بغرزة منزلقة. هنبدأ دلوقتي في السطر الثامن ان احنا نعمل المنطقة اللي هيبقى فيها الكم، نقفل دول مع بعض ونفس الكلام الناحية التانية. هبتدي ان انا ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3، ودول بالنسبة لي اول عمود بلفة. هزود عليهم كمان سلسلة مسافة بين الأعمدة. هلف الخيط على الإبرة بنفس طريقة سطر الفراغات، هسيب العمود اللي جاي ده وعلى العمود اللي بعديه أعمل عمود، بعدين سلسلة واحدة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب العمود اللي جاي ده وعلى العمود اللي بعديه أعمل عمود، بعدين سلسلة واحدة، هلف الخيط على الإبرة، هسيب العمود اللي جاي ده وعلى العمود اللي بعديه هدخل كده وأعمل عمود بالشكل ده اهو، وبعدين سلسلة واحدة. وهفضل ماشي بنفس الطريقة لحد ما اوصل عند الزاوية دي واقول لكم هنعمل ايه. فضلت اشتغل بنفس الطريقة اهو لحد ما وصلت للفراغ. قبل الفراغ عندي عمود اهو مش هشتغل عليه، هدخل جوه الفراغ واعمل عمود بلفة واحد. بعدين هبتدي اشتغل 5 سلسلة عشان اعوض فرق ال2 سنتي
اللي طلع معايا وانا بقيس الصدر المربع. هعمل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. بعدين هلف القطعة الإبرة، هسيب الجزء اللي جاي ده كله اهو، هتني كده اهو بالشكل ده، وهروح رايح على طول على فراغ الزاوية اللي بعدها هنا. بس مش هدخل كده، لا هدخل بشكل طبيعي من هنا كده. يبقى الجزء اتقفل معايا اهو، وده مكان الكم. هبتدي ان انا جوه الفراغ ده هشتغل عمود بلفة واحد بالشكل ده كده. يبقى انا لما وصلت للفراغ هنا اشتغلت عمود بلفة، بعدين عملت 5 سلاسل، سبت الجزء ده لان ده مكان الكم، ورحت للفراغ ده اشتغلت عمود بلفة واحد. بعدين هعمل سلسلة، هلف القطعة الإبرة، أول عمود بعد الزاوية هسيبه واروح للعمود اللي بعديه، هدخل كده واعمل عمود، بعدين سلسلة، هلف القطعة الإبرة، هسيب العمود اللي جاي ده، وعلى العمود اللي بعديه عمود، وبعدين سلسلة، هلف القطعة الإبرة، هسيب العمود اللي جاي ده، وعلى العمود اللي بعديه عمود، وبعدين سلسلة. وهفضل ماشي بنفس الطريقة لحد ما اوصل للزاوية دي. فضلت اشتغل بنفس الطريقة لحد ما وصلت للفراغ. بعد ما عملت سلسلة، هلف القطعة الإبرة، عندي عمود هنا قبل الفراغ هسيبه، ادخل في فراغ الزاوية اشتغل عمود بلفة، بعدين نفس عدد السلاسل اللي انا اشتغلته هنا هشتغله هنا اللي هما 5. يعني تاخدي بالك لو انت بتشتغلي الفستان ده لمقاس اكبر، اكيد عدد الاسطر ده هيختلف معاكي، وممكن عدد السلاسل يزيد معاكي سلسلة، او ممكن كمان يقل معاكي، يعني ممكن يزيد او يقل. نفس العدد اللي تشتغليه هنا هو اللي تشتغليه هنا عشان يبقى شغلك مظبوط. فانا دلوقتي هبتدي اشتغل 5 سلسلة، 1 2 3 4 5. بعدين هلف القطعة الإبرة، هبتدي ان انا اتني الجزء ده كده زي ما عملت الناحية التانية، وابتدي ادخل في الزاوية من هنا كده اهو، واشتغل فيها عمود بلف. اتقفلت معايا الناحية التانية اهي. بعدين هبتدي ان انا اشتغل سلسلة واحدة، هلف القطعة الإبرة، اول عمود بعد الزاوية هسيبه، هدخل كده في العمود اللي بعديه واعمل عمود، بعدين سلسلة، هلف القطعة الإبرة، اسيب العمود اللي جاي ده، وعلى العمود اللي بعديه عمود، وبعدين سلسلة، وهفضل مكمل لحد ما اوصل لاخر السطر. وصلت هنا لاخر السطر بعد ما اشتغلت اخر عمود على اخر عمود في السطر. هقفل بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده كده. ندخل في السلسلة رقم 3 ونقفل بغرزة منزلقة. بقى الصدر المربع معايا اهو بالشكل ده كده. اتقفلت معايا منطقة الإبط اهي. فاضل السطر اللي جاي معايا، واكون كده خلصت الصدر المربع، ونبدأ نشتغل على الجزء التاني من الفستان. السطر رقم 9 هعمل ايه؟ هشتغل بنفس طريقة سطر الأعمدة اللي من غير فراغات. هبتدي ان انا ارتفع 3 سلسلة، 1 2 3. هلف القطعة الإبرة، هدخل كده في الفراغ اللي جاي ده واعمل عمود بلف. هلف القطعة الإبرة على العمود اللي جاي هعمل عمود بلف. هلف القطعة الإبرة وعلى الفراغ أعمل عمود، وهفضل ماشي بنفس الطريقة لحد ما أوصل عند السلاسل. أنا هنا فضلت أشتغل عمود على كل عمود، وعلى كل فراغ كمان عمود، لحد ما وصلت هنا عند ال5 سلاسل. هبتدي إن أنا ألف القطعة الإبرة وأدخل في كل سلسلة من ال5 أعمل فيها عمود بلف. ندخل كده في أول سلسلة أهو بالشكل ده، ونعمل عمود بلف. ما بشتغلش في الفراغ يا جماعة، انا بدخل في قلب السلسلة نفسها بالشكل ده كده اهو. السلسلة التانية، السلسلة التالتة
بالشكل ده. والسلسلة الرابعة اهو، والسلسلة الأخيرة كمان اهو بالشكل ده كده. طبعا لو انت عملت عدد سلاسل يختلف عن ده هتشتغل على كل سلسلة عمود. بعدين هبتدي ان انا على طول الف القطعة الابرة على العمود اللي جاي ده كده، هدخل كده واعمل عمود، بعدين الف القطعة الابرة وعلى الفراغ عمود، وهفضل مكمل بنفس الطريقة عمود على كل عمود وعلى كل فراغ سلسلة اعمل عمود، ولما اوصل للسلاسل دي اعمل على كل سلسلة عمود، ما بشتغلش في الفراغ، بدخل في السلسلة نفسها، وبعدين اكمل شغل على الجزء ده لحد ما اخلص السطر. خلصت السطر التاسع اهو، وهقفله دلوقتي بغرزة منزلقة في السلسلة رقم 3 بالشكل ده كده اهو، نقفل بغرزة منزلقة كده. انا خلصت الصدر المربع، وعايز اقول ان الصدر المربع ده مش شرط الفستان، ممكن تعمليه صدر مربع لبلوزة، ممكن لو سبتيه مفتوح تشتغل عليه يبقى جاكيت او كارديجان، يعني ينفع لكذا حاجة. وانا من وجهة نظري دي انجح طريقة لعمل الصدر المربع. لو انا دلوقتي جيت اقيس نص دوران الصدر اهو بالشكل ده كده، طالع معايا 21 سنتي ونص، ازيد نص سنتي مش مشكلة، لكن لو انا كنت كبرت سطرين كمان في الصدر المربع كان هيطلع معايا اكبر من كده بكتير. انا دلوقتي هوقف شرح وهنكمل ان شاء الله الفستان في الجزء اللي جاي علشان الفيديو ما يبقاش طويل. لو الفيديو عجبكم اعملوا له لايك وشيروه مع اصحابكم علشان يستفيدوا زيكم، ولو كان عندكم اي سؤال في فيديو النهارده اكتبولي في الكومنتات تحت وان شاء الله هرد عليكم. وان شاء الله الفيديو التاني مش هأخره عليكم، هنزله على طول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.